السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. قبل اي حاجة وقبل ما نعمل اي حاجة، انزلي يا حبيبة قلبي صلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي لي اللايك عشان انت بتتفرجي على الفيديو بتنسي تحطي اللايك. حتى لما بفكرك تحطي اللايك برضو بتنسي تحطي اللايك. مش هياخد منك دقيقة بس، تكة زرار وحطي لي اللايك يا حبيبة قلبي عشان خاطر الفيديو يترفع ويتشاف. اول حاجه معانا هنا تورته مقاس 21، عملناها ب 350 جرام دقيق سبونج واربع بيضات وتلت كوبايه ميه، واضربهم في العجان او معلقه محسن جل صغيره، واضربهم في العجان لحد ما يدينا قوام كده زي قوام الكريم شانتيه. وبعد كده بنقسم الكميه في الصينيه زي ما احنا شايفين، نصها فانيليا ونص التاني بنحط عليه كاكاو، معلقه كاكاو، وبيبقى نص فانيليا ونص شوكولاته. طبعا انا لما بعمل مش بعمل التورته دي بس، يعني الكميه دي بس، حتى لو مطلوب مني التورتايه دي بس، لا انا ما بعملش التورتايه دي بس، انا بعمل كميه سبونشات واحطها في التلاجة عشان عارفه ان هيطلب مني ان شاء الله شغل، وعارفه ان الاكتر مقاس بيمشي عندي ايه انا بعمله. لكن انت لو ما بيطلبش منك شغل كتير فانت ما تعمليش غير اللي مطلوب منك بس انا يعني عشان خاطر بقول كده كده الفرن بيشتغل، فبعمل كمية كويسة وبحطها في التلاجة. انتي مهمة بس حطيها في كيس واقفلي عليها، مش هيجرالها اي حاجة. لو فضلت اسبوع 10 ايام في التلاجة مش مشكلة، اهم حاجة تقفلي عليها كويس. ويا ريت يعني يكون التلاجة اللي بتحطي فيها شغلك ما تحطيش فيها اكل، عشان خاطر الاسبونج بيلقط ريحة بسرعة جدا. فعشان كده يعني يا ريت التلاجة اللي تحطي فيها شغل ما تحطيش فيها اكل. يعني انا عاملة التلاجة عندي بتاعة الشغل ما بحطش فيها اكل عشان خاطر ما يلقطش من ريحة اكل، لان احنا في الاول عانينا طبعا من الموضوع ده. كان الحاجة لما بتبات في التلاجة، التورت او الجاتوهات لما بتبات في التلاجة بتلقط من ريحة التلاجة والزباين بتشتكي. فطبعا الحمد لله دلوقتي احنا تحاشينا الموضوع ده خالص وما بقاش يحصل. جلسنا التورته بتاعتنا وحطيناها في التلاجة شويه. زي ما انا بقول لكم انا بعمل سبونشاتي بالليل واقوم الصبح اجلس الشغل بتاعي كله واحطه في التلاجة شويه. وبعد كده بعد ما بخلص اللي ورايا وبروق مطبخي ولو في اكل اعمله، وبعد كده ابتدي ازين الشغل بتاعي. لكن لو في شغل مستعجل طبعا بزينه على طول. فانا هنا بعد ما حطيتها في التلاجة شويه هبتدي ازينها. هي يعني هي شافت التورته دي على الجروب وطلبتها مني، كانت تورته باربي. هنشوفها دلوقتي. بس هي الكريمه هنا كانت معنداني جدا، انا مش عارفه معنداني ليه. كل ما اعمل تديني فراغات هوا، لدرجه ان انا شلت الكريمه خالص من على التورته وضربتها كويس يعني بالسباتولا، ورجعت حطيتها تاني عشان خاطر كانت كل شويه تديني فراغات هوا، كانت مغلباني يعني. وفي الاخر الحمد لله ظبطت معايا. عملت كده في الجوانب التورته، عملت الزجزاج وفوق الموجة اللي احنا بنعملها دي زي ما هي كانت طالبة التورته بالظبط. هي كانت طالبة نفس الشكل ده، كانت طالبة تورتتين الاتنين باربي. مش عارفة ايه الفكرة، بس هي كانت طالبة تورتتين باربي. هبتدي هنا احط الصور اللي انا قصاها. تورتة باربي شكلها حلو او تبقى بناتي، هي كانت المفروض رقم 6، انا كنت حطيته بالعكس وبعد كده رجعت شيلته وصححته تاني. طبعا تورتة باربي احنا عملناها كتير مع بعض قبل كده. وحشتوني يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. انا عارفة ان انا مقصرة معاكم، والله سامحوني بجد. بس انا حاسة ان الدنيا مش متظبطة معايا خالص على اليوتيوب، فمعلش اذا كنت بتأخر عليكم، بس والله بتوحشوني وبتوحشني كومنتاتكم قوي قوي قوي. يعني انا لما بحس ان انا كده زهقانة او مش في المود، بقول لا انا هعمل فيديو وانزله عشان خاطر اشوف كومنتاتكم اللي بتفتح نفسي. ربنا يخليكم ليا ولا يحرمنيش منكم ابدا يا رب، ولا من كومنتاتكم. وحبايب قلبي الحمد لله، يعني ايه المشتركين بتزيد صحيح واحدة واحدة مش كتير. بس الحمد لله يعني ان في مشتركين وفي ناس، يعني حتى والله لو 10 بيتفرجوا عليا انا برضو هنزل لهم فيديوهات عشان خاطر يعني لو بيستفيدوا ولا 1%. هو سبحان الله دلوقتي في ظاهرة لازم الواحد يعمل حاجات غلط أو يفبرك حاجات
عشان خاطر الفيديوهات تتشاهد. يعني احنا بنتعب قوي في المحتوى بتاعنا، وللأسف احنا ما بنلاقيش حد يشوف المحتوى ده. لكن في محتويات تانية والله ملهاش أي لازمة، وتبص تلاقيها جايبة آلافات المشاهدات، ملايين المشاهدات، وتكاد تكون فيها حاجات يعني إنها تغضب ربنا. بس يعني هي أرزاق، والحمد لله على رزقنا، وادعولي كده ربنا يوسع رزقي يا رب. اهم حاجة يكون بالحلال، وان احنا ما نغضبش ربنا ولا نكذب. يعني برضو منتشر موضوع الكذب، فالحمد لله يعني احنا بنتقي الله على قد ما نقدر، وندعي ربنا دايما ان ربنا يرزقنا بالحلال يا رب. دي كده كانت تاني تورته معايا، برضو تورته باربي. زي ما قلت لكم هي كانت طالبة تورتتين باربي. فيا حبيبة قلبي، لو عجبك المحتوى وعجبك الشغل بتاعي، لو كل واحدة اتفرجت حطت لايك، والله الدنيا هتتظبط. والمفروض ان احنا نشجع المحتوى الكويس اللي الناس تستفيد منه. لكن للأسف الناس بقت تشجع دلوقتي المحتوى اللي ملوش اي لازمة، وهو اللي بيجيب مشاهدات. يعني الله المستعان يا رب. احنا بنعمل اللي علينا، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نعملش حاجة تغضب ربنا يعني. سامحوني برضو ان انا خرجت عن الموضوع، بس والله الموضوع مضايقني، لان الواحد بيتعب في التصوير وبيتعب في المونتاج، وعايز ونفسي الناس تستفيد. يعني انا لما بنزل الشغل بتاعي، انا نفسي الناس تستفيد، ونفسي ناس كتير تستفيد. لكن للأسف هم كام واحد بس اللي بيتفرجوا، والعدد مش بيزيد. فهو ده اللي بيخليني اكسل. لكن انا لو لقيت ناس كتير بتتفرج عليا طبعا هنبسط وهنزل فيديوهات اكتر من كده. لكن انا اللي بيخليني ما بنزلش كتير ان انا حاسة ان ممكن الناس تكون مش بتستفيد من الشغل اللي انا بعمله. فاكتبوا لي كده كومنتات يا حبايب قلبي، وفرح قلبي بكومنتاتكم. ربنا يخليكم ليا ولا يحرمنيش منكم ابدا يا رب. ومعايا متابعين من اول ما فتحت القناة بجد زي العسل. بحبهم قوي قوي، ربنا يخليهم ليا يا رب ولا يحرمنيش منهم ابدا. يعني لما بقرأ التعليقات بتاعتهم بحس بصراحة ان الدنيا بخير، والحمد لله لسه في ناس كويسين وبيشاهدوا حاجات كويسة، يعني حاجات يستفيدوا منها. سامحوني برضو على الإطالة. دي كده تورتة عملناها في أصغر صينية مستطيلة. تقريبا بيبقى طول الصينية دي 19 في 24 أو 20 في 25. يعني مش كل الصواني زي بعض، بس بنعملها ب350 جرام دقيق سبونج وأربع بيضات، نفس الكمية اللي بنحطها في الصينية اللي هي مقاس 21. وبرضو بنقسم المقدار زي ما انتوا شايفين كده، نص فانيليا ونص شوكولاتة. التورته دي انا بطلعها ب300 جنيه. التورته اللي هي مقاس 21 بطلعها ب250 جنيه. مش عارفة بقى الأسعار دي كويسة ولا مش كويسة، بس الحمد لله. التورته دي بتاخد لها حوالي يعني كوبايتين كريمة، كوبايتين إلا. جلسنا طبعا عملنا التلات ديسكات. انا بظبط المنشار على رقم 8، عملنا التلاتة هنا. وحطيت كده كمية كريمة فوق، وباخد بالاسباتولا بتاعتي وبنزل على جوانب التورتة. ممكن انت تحطي في كيس، تحطي الكريمة في كيس وتمشي على جوانب التورتة بتاعتك حسب ما ايدك تستريح في الشغل. وحبايب قلبي اللي عايزين يبدأوا المشروع وخايفين يبدأوا، ابدأي يا حبيبة قلبي. يعني الدنيا ابتدت تشتغل شوية. ابدأي كده واستعيني بالله، نزلي عرض ولا اتنين كده على الجروب بتاعك. اعملي جروب وابتدي نزلي وحطي صور كده. اهم حاجة بس الصورة تكون شكلها حلو، وان شاء الله الدنيا تمشي وتشتغل. المشروع بتاعنا ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله انتشر جدا. يعني في الاول بصراحة ما كانش منتشر وما كانش كتير، كان اللي بيعوز يجيب تورته بيروح يجيبها من المحل، وزي ما بيلاقيها بتجيبها يعني بيدفع السعر اللي موجود.
انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله الموضوع انتشر وناس كتير فتحت المشروع، والحمد لله يعني ربنا بيرزق طالما انت بتجتهدي وتعملي اللي عليك ربنا يرزقك. فانت استعيني بالله كده وابدأي، وان شاء الله يا حبيبة قلبي ربنا هيرزقك يا رب. اهم حاجة في الاول ان انت بس تعملي كذا تورته، يعني تعملي ليكي كده في البيت، بحيث ان انت تدربي ايدك، عشان خاطر لازم لما تيجي تنزلي شغل، يعني لازم يكون شغل ايدك انت، او تكوني شغل عارفة ان انت هتعرفي تنفذي نفس الشكل. لان في ناس ممكن تجيب صورة من على اي جروب او من على اي حتة وتنزلها وتقول متاح، وللأسف الناس تعمل وما تطلعش نفس الشكل. فانت يا اما تنزلي شغلك يا اما تنزلي شغل انت هتعرفي تعمليه. وفي الاول خالص عبال ما ايديكي تشتغل نزلي عروض، نزلي كبات، طواجن، نزلي عروض واحدة واحدة هتلاقي برضو ايديكي تشتغل. الشغل حلو قوي قوي، الشغل متعة. على قد ما احنا بنتعب بس انت بتستمتعي بالتعب ده، يعني الشغل نفسه متعة. والله الشغل بيخرج الطاقة السلبية اللي جوانا. يعني اليوم اللي انا ما بيبقاش فيه شغل يعني بيبقى فيه خمول وفيه كسل وبتبقى فيه كمية طاقة سلبية والله يعني. انما يوم الشغل سبحان الله انت عارفة بتقومي، انت عارفة انت هتعملي ايه، يعني انت بتبقي مظبطة يومك، هعمل ايه بالليل وهعمل ايه الصبح. لكن طبعا لما بيجي علينا وقت وبنتعب احنا بنريح. يعني انا لما بيكون مثلا كذا يوم عندي شغل وتعبت وحاسه ان انا مرهقه، لا بريح بفصل، لازم يجي يوم كده افصل فيه، اقول يا جماعه النهارده يعني انا مش هعمل اوردرات او مش هعمل شغل. وهي بصراحه الايام اللي فاتت دي يعني ايام اللي هي بدايه الدراسه وكده كان الشغل قليل، يوم ويوم ما فيش، والحمد لله الدنيا ابتدت ترجع تشتغل تاني. فانا لما بلاقي نفسي مرهقة وتعبانة ما باخدش اوردرات او باجلها لليوم اللي بعديها عادي خالص لو في استطاعة. التورته دي زي ما انتوا شايفين كده هي كانت اختارت الشكل من على الجروب، انا كنت عاملاها من فترة يعني، وقالت لي اعملي نفس الشكل بالظبط، حتى الاسم اللي كان على التورته هو نفس الاسم اللي هي اختارته. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين التورته عالية و... وكانت بسم الله ما شاء الله حلوة. يعني التورتة دي بتكفي حوالي مثلا 12 فرد، اللي هي أصغر صينية مستطيلة بس لما بتبقى عالية. يعني انت كل ما تعلي التورتة بتاعتك كل ما تقطع قطع أكتر. وهنا هي كانت برضو التورتة اللي أنا عاملاها فيها الشوكولاتة الملولوة دي، فعملتها لها، عملت لها نفس الشكل، بتدي شكل حلو على التورتة. وطبعا التزيين ده بتاعك انت، اللي انت عايزاه تحطيه حطيه، اي شوكولاتات اي حاجة حسب ما انتي تحبي تحطي حطي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب ويرزقكم يا رب. حطيت بقى الشوكولاتات، انا حاولت اعمل نفس الشكل اللي هي بعتتهولي. الناس لما حد يطلب منك اوردر ويقولك نفس الشكل فخليه نفس الشكل، لان في ناس بتطلب الاوردر ما بتقولش نفس الشكل، بتقولك انا عايزه زي ده وخلاص. فانت لو عايزه تغيري في الشكل غيري، لكن لما تقولك نفس الشكل يبقى انت اعملي لها نفس الشكل، عشان خاطر بعد كده ما تقولكيش انت عملتي لي شكل تاني وانا كنت عايزه الشكل اللي انا بعتهولك. ايه رايك يا حبايب قلبي؟ شكلها تحفه. بقيت محتاره احط الاسم بتاع صاحبه التورته، حطيته في الحرف زي ما كان برضو في التورته اللي هي بعتتها لي. كده خلاص خلصنا كده، دي كده تالت تورته معانا واخر تورته. وعندنا دستتين جاتو. الصاج ده انا بعمل فيه الدستتين مره واحده، يعني بعمل الاسبونش بتاعي بعمله على مرتين، مقدار الاربع بيضات بعمله مرتين، وممكن يطلع منه يعني يبقى فيه زياده، مثلا يعمل لي صينيه مقاس 16 مثلا او صينيه مقاس 20 يتبقى من الاسبونش يعني. فهنا انا عملت الاسبونش بتاعي عملته مقدارين، مقدار الاربع بيضات.
عملت نص فانيليا ونص شوكولاتة. وبظبط المنشار بتاعي على اخر رقم في المنشار، وبيبقى رقم 9. وبقطع منه ديسكين او طبقتين للجاتو، بيطلع حلو قوي. طبعا في يوتيوبر كتير بيعملوا الجاتو بطريقة مختلفة، بس انا من ساعة ما اشتغلت بصراحة هي الطريقة دي اللي بعملها، وبتطلع القطعة حلوة قوي، قطعة كبيرة بسم الله ما شاء الله. هنا تحسوا ان الاسبونج مفرغ شوية، هو بس من فوق كده، انما انا كنت قطعته يعني قدامكم كان حلو من جوه. هو ممكن تكون هنا بس المحسن زاد مني سنة، بس مش مشكلة خالص، ما بيأثرش لا في الطعم ولا حاجة. واجلس الجاتو بتاعي واحطه في الفريزر. تحطيه حوالي ساعتين كده في الفريزر عشان يبقى سهل عليك ان انت تعرفي تقطعيه. انا برضو جلست الدستتين اللي هي الفانيليا والشوكولاتة، وحطيتهم في التلاجة. وزينت كله، يعني زينت كله ورا بعضه، التورت الاول وبعد كده عملت الجاتو. بصراحة كان يوم فيه شغل كتير الحمد لله يعني. اما بنقعد كام يوم ما بنشتغلش بنبقى زعلانين، فالحمد لله ربنا بيعوض. المهم ان انتي ما تزعليش، يعني لما يجيش شغل انتي ما تزعليش، عشان احيانا بيجي شغل انتي ما بتبقيش قادرة، فهو ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه بيريحك شوية. هنا بعد ما جلسنا الجاتو بتاعنا وحطيناه في التلاجة، هنبتدي هنا نزينه. لو وصلت لحد هنا يا حبيبة قلبي ونسيتي تحطي لي لايك كالعادة، عشان انتوا دايما بتنسوا تحطي اللايك، انزلي بالله عليكي حطي لايك عشان خاطر الفيديو يترفع ويتشاهد، واليوتيوب كده يقترحه للناس تشوفه. وصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عملت هنا اول حاجة دستة الفانيليا، هعمل نصها مانجا ونصها فراولة، جيلو مانجا وجيلو فراولة. حطيت جيلو المانجا، وبعد كده حطيت كده عليه رشرشت كده يعني نقط كده من جيلو الفراولة، وحطيت برضو جناش، بتدينا تشبيحة حلوة أوي، شكلها حلو أوي في الجاتو. قوليلي برضو رأيكم في الكومنتات. صحيح حبايب قلبي باركولي، الحمد لله جبت تليفون جديد الحمد لله. الحمد لله والله، يعني الواحد اللي بيعتمد على ربنا ربنا بيحقق له كل اللي نفسه فيه. الحمد لله فعلا كان نفسي اغير تليفوني قوي قوي قوي، لانه كان تعبني جدا في الشغل. الحمد لله انا لسه جايبه التليفون جديد، وده اول فيديو اصور بيه. باركولي يا حبايب قلبي، وادعولي كده ان هو يكون وش خير عليا، وربنا كده يرزقني واعمل فيديوهات وانزل فيديوهات عشان خاطر الناس اللي عايزة تشوف الفيديوهات وبيطلبوا مني ان انا انزل فيديوهات. ادعوا لي كده ربنا ييسر لي الحال، لان التليفون القديم كان رخم وكان مرخم عليا. الحمد لله حتى حاسه ان التصوير احسن من التليفون اللي مشي. خلي دايما عندك امل ان اللي انت نفسك فيه هتحققيه، المهم اعملي اللي عليكي واشتغلي واسعي للي انت نفسك تحققيه. الحمد لله الواحد لما يعني انا شغل، انا بقالي كده حوالي 3 سنين شغالة الحمد لله. جبت حاجات كتير قوي كان نفسي فيها الحمد لله يعني. ولسه برضو مغيرة العجان بتاعي قريب، كان برضو عجاني كان رخم وكان قرفني. جبت برضو عجاني اللي هو كينوود، بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه ويحميه يا رب. عشان خاطر ناس كتير بتسألني على انواع العجانات الكويسة. كينوود ماركة ممتازة حلوة قوي، انصح اي حد عايز يشتري عجان، بس هو مشكلته ان هو غالي شوية. فانت اشتغلي، والشغل يا حبيبتي اللي يحقق لك كل اللي نفسك فيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، مع الف سلامة حبايب قلبي.